أغرب جرائم القتل اللي بنسمع عنها بيكون سببها الحب، الكره، الغيرة، المال. إنما عمرك سمعت عن واحدة تقتل 29 شخص عشان يجمعها موقف مع الشخص اللي بتحبه؟ ده اللي عملته بطلة قصتنا النهاردة، عايدة نور الدين. وجريمتنا اللي هنسمعها تعتبر من أغرب الجرائم اللي حصلت في تاريخ مصر، ومفيش جريمة زي دي اتكررت قبل كده في تاريخ مصر المعاصر. وقبل ما نبتدي قصتنا، أنا أحمد، ولو أنت أول مرة تشوف قناتي فأنا بنزل قصص وحكايات مثيرة للاهتمام. ولو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تضغط على زرار السبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناة. ولو الحلقة عجبتك اتمنى انك تعمل لايك للحلقة عشان توصل لاكبر عدد من الناس. ويلا جهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. عايدة نور الدين، واحدة اتحولت بسبب الحب من ملاك رحمة إلى قاتلة بلا رحمة ولا شفقة. عايدة من مواليد 1973، واحدة ملامحها هادية وساكنة لدرجة إنك أول ما تشوفها تحس بروحها لهدوء طباعها. حلمها من صغرها إنها تطلع دكتورة، وفعلا حققت جزء من حلمها واتخرجت وبقت ممرضة وتعينت في مستشفى في الإسكندرية. عايدة في شغلها كانت البنت المثالية، أدب وأخلاق وتفاني في العمل، لدرجة إن ما كانش بيطلع من وراها أي غلطة، والكل كان بيثني على شغلها. ومن أول تعيينها من سنة 1990 لسنة 1998 خدت الموظفة المثالية مرتين، لكن في لحظة اتحولت من ملاك رحمة إلى قاتلة قتلت 29 شخص. وعشان نعرف الحكاية نبتديها من البداية. القصة بدأت سنة 1997 لما اشتغلت عايدة ممرضة في إحدى المستشفيات الكبيرة في الإسكندرية، وبسبب تميزها في عملها اشتغلت في أهم قسم في المستشفى وهو قسم العناية المركزة. ومع الوقت وبعد تعيين عايدة بشهور بدأت حاجة غريبة تحصل في المستشفى. كانوا لما المرضى يخرجوا من أوضة العمليات وبتكون العملية الجراحية ناجحة، ومع دخولهم العناية المركزة فجأة المريض بيموت. لكن الغريب إن الدكاترة اللي في المستشفى أكدوا نجاح العملية وسلامة العلامات الحيوية لكل مريض، لكن بمجرد دخولهم لغرفة العناية المركزة مرة واحدة تدور حالتهم الصحية وفجأة بيموتوا. والغريبة ان كل المرضى اللي ماتوا باختلاف عملياتهم الجراحية كل اعراضهم واحدة، بيجي لهم شلل واضح في كل اجزاء الجسم وارتخاء في عضلات الحنجرة، وان الاعراض دي سبب ظهورها هو حقنهم بعقار الفليكسادين. وده عقار بياخدوه المرضى قبل اجراء عملياتهم الجراحية، وده بيساعد على ارتخاء عضلات الحنجرة عشان يسهل دخول انابيب الاكسجين داخل الحنجرة بدون اعتراض عضلات الحنجرة. وعقار الفليكسادين غالبية استخدامه بتكون جوه غرفة العمليات الجراحية وملوش اي تأثير او دور فعال للمريض جوه غرف العناية المركزة. ومن وقتها ابتدى يحصل كلام جوه المستشفى بين الممرضات والدكاترة والموظفين والإداريين، وإن إيه اللي يخلي كل المرضى اللي عندهم يموتوا بنفس الطريقة. وده السؤال اللي شاغل بال الدكتور عادل عيسى. وده دكتور شغال في المستشفى، واللي خلاه يراجع ورا كل الحالات هو تشابه اسباب الوفاه. ساعتها طلب كل ملفات المرضى اللي ماتوا عشان يتاكد من سلامه كل الاجراءات الصحيه او عدم وجود اي اجراء طبي غير صحيح. اكتشف بقى الدكتور عادل ان كل العمليات اللي تمت للمرضى تمت بنجاح، وسبب الوفاه بالشكل ده غير منطقي. وبدات الشكوك جوه الدكتور عادل حول ان الوفيات اللي بتحصل جوه المستشفى غير طبيعيه وفعل فاعل. وبالبحث والتدقيق في كل الاجراءات وملفات المرضى ما لقاش غير عنصر مشترك واحد في كل الحالات، ان المريض لما يخرج من غرفه العمليات وانتقل الى غرفه العنايه المركزه وعليه بيموت هناك. والعامل المشترك هنا هي الممرضه اللي ماسكه قسم العنايه المركزه في المستشفى، وهي عايده نور الدين. دكتور عادل راح واتكلم مع مدير المستشفى، لكن مدير المستشفى ما اخدش شكوك دكتور عادل بعين الاعتبار، خوفا من الشوشره والكلام اللي ممكن يترتب عليه من اثاره موضوع زي ده، وخوفه طبعا على سمعه المستشفى. لحد ما وصلت حاله جديده، وهي الطفله عندها 11 سنه واسمها صباح. دخلت صباح غرفه العمليات والحمد لله عملوا لها العمليه، والعمليه تمت بنجاح. وبعد نقلها لغرفه العنايه المركزه اتعرضت لنفس الاعراض، وهي الشلل الكامل في عضلات الجسم وضيق في التنفس، لكن الحمد لله قدروا يلحقوا الطفله وينقذوها. ولما رجعت الطفله لوعيها مره تانية قالت كلام مريب. اول لما سالوها انت ايه اللي حصل لك قالت لهم ان في ممرضه اديتها حقنه ومن بعد ما خدت الحقنه حصل لها كده. ساعتها المستشفى قامت باول اجراء ضد عايده وعملت تحقيق داخلي داخل المستشفى، واتهموا عايده بشكل واضح لكنها انكرت كل الاتهامات اللي اتهموها بيها. والغريبه ان التحقيق خلص على كده، هم اتهموها هي انكرت وخلص التحقيق، خلص بدون اي تحري او الوصول لحقيقه اللي بيحصل. وبعدها طلبت عايده نقلها لقسم تاني من اقسام المستشفى عشان تزيل اي شكوك من عليها. لكن الغريب ان برضه بعد نقل عايده من قسم العنايه المركزه استمرت حالات الوفاه وبنفس السبب، شلل كامل في عضلات الجسم، ضيق في التنفس، لحد ما المريض بيموت. واللي زاد الامر سوء ان هو بعد خروج الطفله صباح من المستشفى اهلها عملوا ضجه ودوشه كبيره، ووصل صداها ساعتها للجرايد والاعلام، واتعمل ضجه اعلاميه عن حالات بتتوفى جوه المستشفى بدون وجود اي تفسير عن اسباب الوفاه. وبتمر ايام قليله وبيدخل مريض اسمه عبد القادر وعمل عمليه جراحيه ناجحه، وبعد نجاح العمليه
نقلوه لقسم العنايه المركزه وبرضه ما فيش ساعات وتوفى بنفس الطريقه. ساعتها الدكتور عادل قدم بلاغ رسمي في قسم الشرطه بيتهم فيه الممرضه عايده نور الدين بانها السبب الرئيسي في قتل كل المرضى اللي ماتوا جوه المستشفى، وده بيكون عن طريق حقنهم جوه قسم العنايه المركزه بعقار الفلكسدين. الشرطه سمعت للدكتور عادل وبصفته انه دكتور وقدر يوصل لسبب الوفاه الغير مفهوم، وهو ان الممرضه بتحقن المرضى بعقار الفلكسدين. وعليه قامت الشرطه محوله جثه المتوفي عبد القادر الى الطب الشرعي وتشريح الجثه عشان يتاكدوا من سبب الوفاه ويتاكدوا من كلام الدكتور عادل. وعليه جه في تقرير الطب الشرعي ان الوفاه سببها حقن المريض بعقار الفلكسدين، والسبب الرئيسي للموت هو تشنج العضلات وضيق في التنفس، وده اللي اثبته تقرير الوفاه. وهنا اصبح ده اتهام رسمي للممرضه عايده. وساعتها اهالي المتوفيين لما سمعوا الخبر ده اتهموا عايده بالقتل، وبدأت التحقيقات مع عايدة باتهامها بقتل 29 مريض بنفس الطريقة. نيجي هنا للب الموضوع. تعالوا بقى نسمع أغرب سبب ممكن تسمعه. فعلا لما قالوا ومن الحب ما قتل، لما سألوا عايدة ليه أنت عملت كده، عايدة قالت إنها بتحب دكتور جوه المستشفى اسمه الدكتور هشام، وكانت بتحقن المرضى بعقار الفلكسدين عشان يكون في سبب تقدر تروح بيه تستدعي الدكتور هشام عشان يلحق المريض، وإنها في الوقت ده بتكون واقفة جنبه وبتقدر تشوفه براحتها. وقالت إنها أجمل لحظات حياتها لما بتشوفه وتقف جنبه. وبعد كده تحول معاها الموضوع لمرض أو بقت تستلذ بالقتل، وإنها بتقدر تختار مين اللي هتموته ومين اللي هتسيبه يعيش. وعن سبب وفاة المرضى لما سألوها قالت عايدة إنها كانت بتحقن المرضى بالعقار. طب قالوا لها إزاي؟ ولما انت اتنقلت من قسم العنايه المركزه ازاي كانوا بيموتوا؟ قالت انها كانت بتحقن العقار داخل الادويه والمحاليل اللي كانت الممرضات بتاخدها للمرضى في قسم العنايه المركزه، وكانت بتحقق نفس الهدف. اتحولت قضيه عايده ساعتها لقضيه راي عام، وكل الجرايد والاذاعات والاعلام ما بيتكلمش غير عن قضيه عايده. وبالمناسبه مسلسل اوبرا عايده بتاع يحيى الفخراني وحنان ترك واخد احداثه من قضيه عايده نور الدين. في التحقيقات وهم بيحققوا معاها حاولت عايده انها تنتحر، وفعلا رمت نفسها من الشباك، بس للاسف هي كانت في الدور الاول ونزلت سليمه. وفي كلام كان بيتقال ان افراد الشرطه هم اللي حدفوها عشان يتخلصوا منها لبشاعه اللي سمعوه في القضيه، وفي كلام بيتقال انها قررت تنتحر عشان حست ان هي مظلومه. المهم امرت النيابه بحظر النشر في القضيه، وتم الحكم على عايده بالاعدام واتهامها بقتل 29 مريض قتل عمد. انت كده فاكر ان القضيه خلصت؟ لا لسه. جاهز بقى كوبايه شاي صغير لان اللي جاي مش كتير. كان في محامي اسمه آمر ابو هيف كان شايف ان الموضوع فيه حاجه غلط، وان الكلام اللي اتصدر للاعلام والصحف بيخفي حقيقه كبيره او بيدار على شيء اكبر، وان عايده دي كبش فدا وشايلوها الليله، وان الموضوع اكبر من ان ممرضه بتقتل المرضى، وان الموضوع بيغطي على فساد واهمال كبير جوه المستشفى. راجع المحامي اوراق القضيه وحساسيات الحكم، وعليه طلب اعاده المحاكمه، وعمل استئناف على حكم الاعدام لوجود ادله جديده هتسهم من وجهه نظره في تبرئه عايده من كل الاتهامات اللي توجهت اليها. واستمرت محاكمه عايده 3 سنين، ووقتها تحول الراي العام للقضيه من المطالبه باعدام عايده بسبب قتلها 29 مريض الى المطالبه لتبرئتها لانها مظلومه. واعتمد آمر ابو هيف محامي عايده في تبرئتها على اسباب كتير، اهمها ان الاشخاص اللي اتهموا عايده بالقتل زي دكتور عادل اللي قدم بلاغ في عايده هو واحد من الناس اللي كان متهم في قضايا اهمال، وكان معمول في اكتر من محضر اهمال قبل كده. وكمان منين الدكتور عادل يختار عايده كموظفه مثاليه المرتين، ومنين انه بيتهمها بشيء زي ده؟ والاهم من كده ان والده المتوفي عبد القادر اللي اتهمت عايده بالقتل ما تعرفتش عليها يوم التحقيقات. التحقيق جابوا والده المتوفي عبد القادر واجهوها بالناس اللي في القفص، وكان من ضمنهم عايده. قالوا لها فين عايده من دول؟ للاسف ما تعرفتش عليها. وهنا استند محامي عايده ان ازاي لوالده المريض عبد القادر اتهمت عايده وهي ما تعرفش شكلها. وحتى الممرضات زمايل عايده اللي اتهموها في التحقيقات بشكل مباشر وانها هي اللي قتلت المرضى قاموا بتغيير اقوالهم لصالح عايده. وهنا اتحولت شكل القضيه وشكل الراي العام من ضد الى مع، وبناء على الادله والشهادات الجديده اتحول الحكم من الاعدام الى السجن 10 سنين باتهامها بالإهمال. وخرجت عايدة بعد 7 سنين لحسن السير والسلوك. قضية عايدة لحد النهاردة فيها حلقة مفقودة، وتفضل قضية عايدة من أغرب قضايا مصر. وبكده تكون انتهت قضية عايدة نور الدين. وبنهاية حلقتنا أتمنى موضوع الحلقة النهاردة يعجبكم، ولو حابب أي موضوع نتكلم فيه اكتب لي، وما تنساش لو الحلقة عجبتك إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان ما تنساش اللايك والشير، الحاجات دي بتفرق جدا لنمو القناة ونشرها لأكبر عدد من الناس. مجرم وسفاح، وحش دموي، قاتل متسلسل، كلها مسميات لبطل قصتنا. قصة اسمعوها للآخر، قصة غريبة ومريبة لأحداث حقيقية وسفاح حقيقي كان بيقتل لمجرد القتل. الحلقة هتكون طويلة شوية بس أوعدكم إنكم هتستمتعوا بيها.
في أوائل السبعينات وبالتحديد ما بين عامين 1973 و 1974 عاش سكان بغداد أيام ورعب وخوف كبيرة، لدرجة إن الأقارب كانوا بيتجمعوا في بيت واحد والجيران كانوا بيتجمعوا مع بعض في البيوت من شدة خوفهم وذعرهم من وحش أبو طبر. ومش بس كده، منطقة المنصور اللي كانت مسرح لجرايم وحش أبو طبر أسعار الشقق والبيوت فيها نزلت لأقل من النص، وده بسبب هروب السكان من المنطقة وبيع بيوتهم لخوفهم من اللي بيحصل. وكان مجرد صوت بسبب قطة في حديقة أي بيت كان كافي لإطلاق عشرات الطلقات النارية، خشية لا يكون اللي موجود في الحديقة هو وحش أبو طبر. ولو كان في حرامي اتمسك في الفترة دي كان بيفضل يصرخ ويقول والله يا جماعة أنا حرامي عادي، أنا مش وحش أبو طبر، لكن خوفا من اللي ممكن يحصل له لو شكوا فيه إن هو السفاح. وخد بقى كبير عشان تعرف إنك داخل على قصة تقيلة وتعرف إن هو سفاح ما كانش عادي. الأمر وصل إن الدولة العراقية استعانت بخبراء من روسيا وفرنسا، وكان من بينهم مدير شرطة موسكو وباريس عشان يقدروا يساعدوا أفراد الشرطة العراقية في القبض على السفاح. وخد دي كمان، بسبب الأحداث وجرائم القتل الشنيعة اللي كانت بتحصل تم فرض منع التجوال في بغداد كلها وتفتيش أكبر عدد من البيوت ودور العبادة، وتم قفل مطار بغداد الدولي. وبعد كل ده بلا أي نتيجة. وقبل ما نبتدي في التفاصيل أعرفهم بنفسي، أنا أحمد، ولو أنت أول مرة تشوف قناتي فأنا بنزل قصص وحكايات مثيرة للاهتمام. ولو أنت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تضغط على زرار السبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناة. ويلا جهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. وحش أبو طبر. الاسم حاتم كاظم هضم. أنا مش عارف إن كنت بنطق اسم العيلة صح ولا غلط، بس اعذروني لو أنا بنطقه غلط. من مواليد 1932 في منطقة اسمها قضاء المسيب بالحلة. حاتم ساعتها كان بينتسب لعائلة كريمة اللي هي آل الهضم، عائلة سمعتها طيبة وكريمة، لكن لكل قاعدة شواذ. حاتم كمل دراسته الابتدائية سنة 1946 والمتوسطة سنة 1949، ودخل مدرسة المفوضين سنة 1949 واتخرج منها سنة 1951 برتبة مفوض، واشتغل في شرطة لواء الحلة، لكن ما كملش سنة في الخدمة واتفصل، وده كان بسبب ان هم ضبطوه في قضية رشوة. بنفس السنة رجع تاني للدراسة والتحق بالكلية الجوية، كان سنة 1953، ولكن بعد 3 سنين وفي سنة 1956 تم فصله من الكلية، وده كان لسببين. السبب الأول إن هو أتلف طيارة التدريب، والسبب الثاني إنه كان بياخد الطيارة ويطير بيها فوق بيت خطيبته، وعشان تصرفاته اللا مسؤولة فصلوه من الكلية. بعد فصله من الكلية الجوية قال ما بدهاش بقى، أنا هطلع على الكويت واشتغل هناك، وده كان سنة 1957. اشتغل هناك في العمل الحر ورجع تاني للعراق سنة 1959، واشتغل ساعتها بوظيفة محاسب في دايرة الأوقاف اللي ما كملش فيها كام شهر واتفصل بسبب اختلاس أموال، واتحكم عليه ساعتها بالسجن 2.5 سنين. وبعد ما طلع من السجن سافر على اوروبا واتنقل ما بين بلجيكا والمانيا والنمسا وسويسرا واليونان وايطاليا، وبعدها استقر فتره كبيره بالمانيا. كان بيشتغل هناك في تهريب العربيات الاسلحه من بلجيكا والمانيا لليونان وتركيا. حاتم ساعتها كان بيجيد اكتر من لغه زي الانجليزيه والالمانيه والفارسيه والكرديه، وكمان كان بيشير سجله الجنائي انه اتمسك اكتر من مره في اوروبا في قضايا تهريب، اختلاس، ضرب، شجار، خناق. المهم بعد الرحله دي كلها رجع تاني للعراق. ندخل بقى في الاحداث. حاتم ابو طبر اسرته هي كانت عصابته، يعني منهم فيهم. افراد عصابته كان اخواته حازم وغالب ووالدته وزوجته وابن اخوه، كانوا بيشاركوه في كل جرايمه، وكانت مشاركتهم مقتصره في تصريف المسروقات وبيعها. ويقال ان زوجته كانت بتشتغل في البيوت اللي كانوا بيختاروا يسرقوها، كانت بتشتغل في البيوت خدامه، منها بتعرف كل التفاصيل عشان تقولها لهم، ومنها تعرف ايه الاشياء الثمينه اللي موجوده جوه البيت. خطه حاتم في السرقه هي انه كان لازم يقتل كل اللي موجودين في البيت بواسطه آلة حاده بتشبه البلطه، وصوره البلطه اللي قدامكم دي بتتسمى في العراق بطبر. كان دايما بيخبي البلطه دي جوه هدومه. وندخل بقى على بدايه أول جريمة ابتدى بيها أبو طبر. ندخل بقى على بداية جرايمه بعد ما كون التشكيل العصابي بتاعه. في هدوء الليل وسكنته بقى شيء مألوف إن طفل أو راجل أو ست يصحوا من الرعب والخوف عشان يلاقوا أبو طبر واقف قدامهم وفوق راسهم. أبو طبر كان شخص ذكي وما كانش بيسيب أي أثر أو بصمة تدل إليه، وكانت أول جريمة ليه بسلسلة القتل لأرعبة العراق جريمة قتل المجني عليها ماجدة الحمامي زوجة رشيد مراد رشيد، وكان ساعتها بيشاركوا الجريمة ابن أخته حسين علي حسون. تسلل أبو طبر للبيت بالليل وكان فاكر إن أهل البيت نايمين، وأول ما دخل لقى قدامه
ماجدة الحمامي اللي مسكها بسرعة وكان من بقها وهددها إنه هيقتلها واستفسر منها عن مكان المصاغات والفلوس، إلا إنها امتنعت ورفضت تقول له على مكانهم، فكان منه إن هو ضربها ضربة واحدة على دماغها فماتت في الحال. ثم بعدها قام بتفتيش البيت هو وشريكه، إلا إنهم ما لقوش أي حاجة ممكن يسرقوها، وبعدها خد الجثة وحطها في العربية بتاعتها وخد العربية والجثة وسابها في منطقة اسمها العمرية، ومن هناك خد عربية أجرة وروح على البيت. وفي شهر 9 سنة 1973 ارتكب جريمة قتل لعميد شرطة متقاعد اسمه بشير أحمد السلمان وزوجته وأولاده بمنطقة اسمها مدينة الشرطة، وتم برضه تنفيذ جريمته بمشاركة ابن أخته حسين. دخلوا البيت عن طريق إنهم تسلقوا السور ودخلوا لحديقة البيت وقعدوا فيها من الساعة 1 الظهر للساعة 2 بعد منتصف الليل، ومن خلال بيت الجيران اتسلق على الحيطة عن طريق السخان، وبعدها دخل من فتحة التبريد، وفتحة التبريد وصلته لسطح البيت اللي كان لسوء حظ المجني عليهم كانوا نايمين كلهم على سطح البيت، ودي عادة أهل بغداد في الصيف إنهم بيناموا على سطح البيت بسبب الحرارة. ابتدى ساعتها أبو توبر يقتلهم واحد واحد، وابتدى ببشير رب الأسرة ضربه ضربة واحدة على راسه مات في الحال، وبعدها دخل على زوجته اللي كانت نايمة جنبه وضربها بنفس الطريقة، وبعدها دخل على ابنه أحمد اللي كان عنده 12 سنة وضربه برضه بالبلط على دماغه ومات في الحال. وكان موجود معاهم ابن أخو زوجة البشير اللي كان عنده 21 سنة وضربه برضه على دماغه ومات في الحال. وبعد قتل كل الموجودين راحوا وابن اخته حسين شالوا كل الجثث ونزلوها للشقه تحت وحطوهم كلهم في بانيو الحمام، بس حط الزوجه في الاوضه. وبعدها سرقوا كل اللي ممكن سرقته من البيت وخد المسروقات وحطها في عربيه المجني عليهم، وخد العربيه ونقل المسروقات لحد بيته، وبعدها خد العربيه وحطها عند مستشفى اليرموك وسابها هناك. الجريمه دي ساعتها كانت عملت صدى واسع جدا في العراق، وكمان كان كل بين جريمه وجريمه وقت صغير، وكان أهل العراق مش متعودين على جرائم من النوع ده. ومن بعدها بدأ صيت أبو توبر يزيد وعمل حالة من الرعب والخوف بين الناس، لدرجة إن جهاز الشرطة مش لاقي وراه دليل واحد أو بصمة يقدروا يوصلوا بيها. ندخل على الجريمة اللي بعدها، وفي آخر سنة 1973 وصلت جرأته وجبروته إنه ينفذ جريمة قتل جنب القصر الجمهوري ب 200 متر. ارتكب جريمة قتل عائلة جان أرنست بمنطقة قرادة مريم. ساعتها أبو توبر فضل يراقب البيت واستنى اللحظة المنتظرة وإن البيت يكون فيه أقل عدد من الموجودين. وقت تنفيذ العملية راح على بيت المجني عليه على الساعة 1 الظهر، دخل حاتم من الباب الرئيسي للمبنى ودخل لحد بيت الضحية وخبط على الباب. فتحت ليه ساعتها صاحبة البيت وقام بادرها بأي كلام، وقام سائلها انتوا من اللي مسافرين خارج العراق؟ استغربت من السؤال ومن الكلام ومين ده وعايز ايه، بس للأسف ما لحقتش تعيش عشان تعرف إجابة لأي سؤال اللي كان في دماغها، لأنه طلع البلطة وضربها ضربة واحدة على دماغها وقعت على الأرض ميتة. بنتها ساعتها كانت في أوضتها وسمعت إن في حاجة غريبة بتحصل بره، وأول ما طلعت بره كالعادة قابلها بضربة واحدة على دماغها. ومن بعد ما قتل الأم وبنتها قعد يدور في الشقة على المسروقات اللي هو عايز يسرقها، وهو بيدور في الأوض لقى بنت نايمة قام ضاربها بنفس الحكاية ضربة على دماغها وماتت. ومن بعدها سرق اللي يقدر يسرقه من البيت وحطهم في عربية أصحاب البيت وخد الحاجة ونقلها لبيته، ومن بعدها ساب العربية عند منطقة مدينة الشرطة. لكن في العملية دي حصلت فيها كام حاجة، وكانت من أول الأدلة اللي هيبتدوا يوصلوا بيها لأبو توبر، وهو إن هو بيقتل أو بيستخدم البلطة لقتل واحدة من البنات اللي قتلها. جرح ابن أخوه حسين اللي كان معاه في العملية والجرح نزف ووقع دم على الأرض. ساعتها خبراء المعمل الجنائي انتبهوا إن في فصيلة دم لا تتطابق مع دم المجني عليهم، وده كان أول دليل يدور الشرطة وراه. ندخل على الجريمة اللي بعدها لأن مفيش وقت، وهي كانت جريمه في السريع. كان ساعتها معاه واحد قريبه اسمه محمد عبد المهدي، دخلوا بيت حلاق في منطقه النعيره وبعد قتله بنفس الطريقه سرق منه اللي يقدر يسرقه من بيته، سرقوا فلوس ذهب وساعتها عجبه سجاد قام واخده معاه، وبنفس الطريقه خدوا المسروقات وحطوها في عربيه الضحيه ونقلوا المسروقات بالعربيه لحد البيت، وبعد كده بيسيبوا العربيه في اي مكان. ومن بعدها بفتره صغيره دخلوا بيت الدكتور احمد العندليب، والمره دي لحسن حظ سكان البيت ان ما كانش حد موجود جواه. دخل سرق البيت، ويقال انه لما لقاش حد جوه البيت عشان يقتله اتعصب واتضايق انه ازاي يسرق من غير ما يقتل، او ان السرقه دي مش هتتسجل باسمه لانه معروف بطريقته في السرقه والقتل. وكعاده ابو توبر ويوم جديد مليان بالسرقه والدم والقتل، كان المره دي راح يسرق بيت دكتور، والدكتور ساعتها كان مسافر بره العراق والبيت كان فاضي. بس المره دي غير كل مره، لانه هو داخل البيت لقى قدامه حارس للعقار. الحارس صرخ في وشه على طول اول ما شافه، وقعد يصرخ ويزعق لحد ما شباب المنطقه اتلموا. ولما اتلم شباب المنطقه ومسكوه وقاموا بتفتيشه لقوا معاه الاله الحاده اللي بيقتل بيها، وكانت رعبه سكان بغداد، ولقوا معاه مسدس وحبال. المهم الشباب قعدوا يصرخوا ويقولوا مسكنا ابو توبر، مسكنا ابو توبر. واحده من الجيران لما شافت كده قامت متصله بسرعه بالشرطه اللي بدورها جت في خلال لحظات، ومش مصدقين المكالمه اللي جات لهم ان هم خلاص هيفوقوا من الكابوس ده ويمسكوا
السفاح. وبعد القبض عليه وبالتحقيق معاه رفض بانه يعترف ان هو ابو طبر، وقعد يقول لهم ان هو ضابط متقاعد ووراهم الكارنيه اللي معاه. لكن في التحقيقات كانوا شاكين فيه، والشرطه ساعتها سالته عن عنوان بيته، اللي ابو طبر اخبرهم فعلا بعنوانه اللي طلعوا عليه على طول، وامرهم المسؤول عن التحقيق انهم يجيبوا كل اللي في البيت من اساس او اي مواد يقدروا يشيلوها ويجيبوها. وفعلا شكهم كان في محله. كان في واحد من البيوت المسروقه لمهندس بيشتغل مقاول اتسرق منه سجاجيد صغيره، وكان ساعتها المحقق معاه صور لبعض المسروقات، وكان من ضمنهم السجاد اللي لقوه في بيت ابو طبر. مش بس كده، لا تعالى، لما شكهم زاد حبوا يتاكدوا اكتر. فاكرين جريمه القتل اللي كانت جنب القصر بتاع عائله جان ارنست؟ وقت تنفيذ الجريمه كان من ضمن الموجودين في البيت الخادمه اللي في البيت اللي دخل عليها ابو طبر وضربها ضربه واحده على دماغها واعتقد انها ماتت، لكن في الحقيقه هي ما ماتتش، هي اغمى عليها واتنقلت للمستشفى. ولما استدعوها عشان تشوف ابو طبر دخلت في حاله هستيريه اول ما شافته، وبكده اتاكدت الشرطه انهم قبضوا على وحش ابو طبر. وكان برضه من ضمن الحاجات اللي جابوها من بيته كانوا جايبين مذياع او راديو كان مكتوب عليه اسم ابنه من العائلات اللي موتها، وهنا بدأوا التحقيق معاه وتوجه له كل الاتهامات. اسمعوا بقى اللي جاي. لما سألوا السفاح ابو طبر انت كان بامكانك انك تنفذ كل جرائم السرقه بدون قتل، ليه كنت بتقتل؟ جاوبهم وقال سبب لجوئي للقتل بيعدو لسببين. السبب الاول ان الخطه اللي بيرسمها لدخول البيت هي خطه اقتحام، ومعظم الوقت بيكون اصحاب البيت صاحيين، وفي الحاله دي مش هقدر اسرق من غير ان اقضي على كل اللي موجود في البيت، وكمان كانوا هيتعرفوا عليا. والسبب الثاني ان قتل اهل البيت بيفسح لي المجال للتصرف بحريه واسرق براحتي، وكمان انا تحت ظروف نفسيه صعبه بتدفعني للقتل حتى لو القتل مش ضروري في بعض السرقات. وكان في حاله غريبه لما سالوه عن الحلاق اللي قتله، السبب قال انه كان بيحلق عنده واختلفوا على اجره الحلاقه، والحلاق قال له لو كان عندي ماده لاصقه كنت لزقت شعرك على دماغك تاني. اللي عليه ابو طبر استنى الحلاق لما قفل محله وتوجه لبيته وطلع ورا البيت وقتله وسرقه ومشي. والقضيه دي كان مسجون فيها زوجة الحلاق، وعليه اطلقوا سراحها وخدت براءه. واخر سؤال كان ساله المحقق ليه ايه اصعب موقف اثر فيك وانت بتسرق؟ قال له لحد دلوقتي حركه الطفل وعياطه لسه في وداني، ده لما اقتحم بيتهم وكان ساعتها كل اللي في البيت نايمين. بيقول دخل على الاب وهو نايم وضربه على دماغه، وبعدها دخل على زوجته ضربها نفس الضربه، وبعدها لقى طفل تقريبا عمره 6 سنين كان بيرتجف تحت البطانيه، فقربت منه وسمعته وهو بيبكي فشلت من عليه البطانيه، لقيته عمال يقول لي من فضلك ما تقتلنيش يا عمو، من فضلك ما تقتلنيش، فضربه ضربه على راسه ومات في الحال. وفي الآخر أعدم المجرم حاتم كاظم الشهير بأبو طبر في يونيو سنة 1976، وتم ساعتها إعدامه بالكرسي الكهربائي داخل سجن أبو غريب لتنتهي صفحة من تاريخ بغداد. محمود أمين سليمان شخصية مش ممكن تتكرر في التاريخ مرتين، حرامي بدرجة مثقف وقاتل بدرجة سفاح. الصبح بيكون قاعد مع عبد الحليم حافظ وكامل الشناوي، وبالليل بيسرق فيلا ام كلثوم واحمد شوقي. محمود امين سليمان من اكبر السفاحين اللي شافتهم مصر، اشتهر بانه سفاح مثقف، ومن غرابه جرايمه وحجمها بقى اسطوره بتحكي عنها كل الجرايد والتلفزيون. طب هو مين امين محمود سليمان ده وايه حكايته؟ ومين ده اللي شغل الراي العام المصري واخد تركيز الصحافه واهتمامها الكبير؟ وده بالرغم من تشكيل مجموعات امنيه كبيره للقبض عليه. وقتها عاش المصريين لمده شهرين في رعب وخوف الا ان محدش قدر يمسكه. وعشان نعرف الحكايه يبقى نرجع للبدايه. وقبل ما نبتدي حكايتنا اعرفكم بنفسي، انا احمد، ولو انت اول مره تشوف قناتي فانا بقدم قصص وحكايات مثيره للاهتمام. ولو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تضغط على زر السبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناه. ويلا جهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. بتبدأ القصة بوالد بطل قصتنا أمين سليمان، اللي كان عايش في مركز أبو طشت، حلو أبو طشت دي، بمحافظة قنا بصعيد مصر. قرر يهاجر للبنان سنة 1920 وأسس هناك شركة صغيرة لشحن البضائع، واستقر هناك في مدينة اسمها طرابلس اللبنانية جنب مقر شركته، واتجوز هناك وربنا كرمه وخلف 5 بنات و3 أولاد، اللي كان منهم محمود أمين سليمان بطل قصتنا. وهناك محمود دخل المدرسة ووالده كان ربنا كرمه من وسع، وعليه محمود دخل أرقى المدارس في لبنان. وهنا كانت بداية ميول محمود للسرقة، وهو في سن 7 سنين سرق محمود 4 خيارات، ولما والدته اكتشفت السرقة عاقبته وقالت له يرجع الحاجة مكان ما خدها. وكان عليه من محمود ان هو ماشي في الطريق انه كل 4 خيارات ورجع قال لها ان هو رجع الحاجة. وكان ليه وقعة تانية في لبنان انه سرق 4 منادق من مخزن تابع لمعسكرات الجيش البريطاني، وعليه تم القبض على محمود وهو عنده 9 سنين.
لكن ساعتها الشرطه سلمت محمود لوالده لحداثه سنه، ساعتها انه يتعظ. طبعا لا. محمود وهو لسه في 9 سنين اشترك مع عصابه متخصصه في سرقه بيوت الاغنياء، وكان دوره في العصابه انه بيتسلق الاسوار العاليه، وده كان راجع لرشاقته وخفه وزنه. تكررت سرقات محمود لحد ما وصل لسن الشباب، وجي اليوم اللي اشترك فيه مع عصابته لسرقه بيت الرئيس اللبناني الاسبق كميل شمعون، لدرجه ان هو وعصابته قتلوا واحد من الحراس. وبعد الحادثه دي اتقبض على محمود وعصابته. وقتها ابو محمود حس بالخوف على مستقبله وعلى اسرته واولاده. اللي عليه قام بتصفيه شركته وخد كل امواله ورجع بزوجته وعياله لمصر. وبعد فتره من سجن محمود في قضيه سرقه بيت الرئيس الاسبق كميل شمعون قدر يهرب من السجن، وده كان راجع لذكائته وبراعته في الهروب والتخفي. هرب محمود وجري على بيت اهله اللي لقى البيت فاضي، وعرف ساعتها من الجيران ان ابوه خد اسرته ورجعوا على مصر. قام محمود مجهز نفسه ورجع على مصر متخفي. محمود رجع على مصر من غير فلوس او باسبور او بطاقه. قدر يعمل كده ازاي؟ بعد رجوع محمود لمصر اتوفى والده، فاب محمود بايع نصيبه في تركه والده وطلع عاش في الاسكندريه، وفضل زي ما هو حياته عباره عن نصب وسرقه بيوت لحد ما ساب اسكندريه ورجع استقر في القاهره. وهنا كانت اللحظه الفارقه في حياه محمود. محمود قام بتاسيس دار للنشر، وتعرف على 2 صحفيين صحابه اللي قدموه للمجتمع على ان الدكتور محمود امين سليمان الاستاذ الجامعي السابق، وقالوا ان هو استقال وفتح دار للنشر. وزي ما قلنا تأسيس دار النشر كانت علامة فارقة في حياته. من خلال دار النشر دخل محمود في عالم الفن والسياسة، وتعرف على عمالقة الزمن وقتها. كان صديق لعبد الحليم حافظ والشاعر كامل الشناوي والصحفي مصطفى أمين. ومحمود وقتها اتعرف بالراجل المثقف المرموق. أنا مش عارف مرموق على إيه. وهنا لازم أعرفكم إن دار النشر دي كانت مجرد ستارة لجرايمه. منها كان بيتقرب لرجال السلطة والفن، ومن جهة تانية كان بيختار ضحاياه من الفنانين والمشاهير. وكان من اشهر سرقاته لما اقتحم بيت امير الشعراء احمد شوقي وسرق منه تمثال النخله الذهبيه، وده كان تمثال تذكار من دوله البحرين بمناسبه حصول احمد شوقي على لقب امير الشعراء. وسرق قصر مليونير سباهي باشا في الاسكندريه، وفيلا كوكب الشرق ام كلثوم، وسرق فيلا المليونير بوليفار، ده كان صاحب مصانع الغزل والنسيج وقتها. محمود بعد استقراره في القاهره وتاسيسه لدار النشر قال يتجوز بقى، فتعرف على بنت اسمها عواطف وقرر يتجوزها. وبعد الجواز اكتشف انها مش عذراء فقام مطلقها. وبعدها محمود اتعرف على بنت تانية جميله بس كانت من اسره فقيره، كان اسمها نوال عبد الرؤوف، وفعلا اتقدم لها واتجوزها. وفي يوم الزفاف اتحركت الشرطه للقبض عليه، وكالعاده نجح محمود في الهرب. الا عليه الشرطه نصحت اهل نوال انهم بلاش يتمموا الجوازه دي، لكن محمود قدر يرجع تاني ويقنع اهل نوال ونوال نفسها بالجوازه، واغراهم بالفلوس والمال وجاب لهم بيت لحد ما وافقوا على الجواز. وكانت دي الجوازه الثانيه لمحمود. بس لسه الموضوع ما خلصش لحد هنا. بعدها محمود اعجب واحده اجنبيه اسمها بيلا، كان فاكر انها غنيه ومعاها فلوس، واتجوزها محمود. وبعد الجواز اكتشف انها ما حلتهاش حاجه، وكمان بيلا اكتشفت انها كان متجوز قبلها مرتين. فبيلا طلبت الطلاق واتطلقوا فورا. نيجي بقى للحظه اللي تحول فيها محمود من محمود السارق الى محمود السفاح. تم القبض على محمود واتهامه في 58 قضيه سرقه منازل، وهنا دافع عنه المحامي الخاص بيه المحامي بدر الدين. وفي السجن اتسربت لمحمود انباء ان في علاقه غير شرعيه بين المحامي وزوجته نوال. وكمان محمود حس ان المحامي بتاعه بيعتمد تاخير اجراءات المحاكمه، الامر اللي خلى الدم يغلي في عروق محمود وخلاه يفكر في الهرب. وفعلا محمود قدر يهرب من السجن عشان ينتقم من المحامي وزوجته. محمود اول ما خرج من السجن جري بسرعه على بيت زوجته، واول ما وصل هناك طلع المسدس وضرب النار عليها، لكن الرصاص جه في اخت زوجته وعليه. هرب محمود بسرعه للشارع ولقى نفسه مش معاه لا فلوس ولا مكان يبات فيه، فطلع ساعتها على فيلا بوليفار عشان يسرقها. لكن واحد من الخدم اكتشف وجوده، قام محمود مطلع المسدس وضربه هو كمان بالنار. وبعدها على طول طلع محمود على واحد من قرايب المحامي بدر الدين عشان يعرف مكانه، فرد عليه انه ما يعرفش مكانه فين، وقعد يتكلم معاه كلام كتير. لكن في الحقيقه هو كان بيحاول يلهي محمود عشان يتصل بالشرطه وتيجي تقبض عليه. هنا محمود حس بالفخ اللي معمول له وقام هرب بسرعه. وهو في طريقه للهروب قابله 2 من الخدم عشان يمسكوه. الا عليه محمود طلع المسدس وضرب ال2 الخدم بالنار وهرب من البيت. المهم بعد سلسله الجرائم اللي حصلت ورا بعض دي، محمود بقى اشهر واحد في مصر، وكل الصحف والمجلات والشارع المصري بيتكلم عنه. وكان من المواقف الطريفه ان في يوم من الايام محمود ما قتلش حد، فطلعت الصحف بعنوان ضخم: السفاح في اجازه من الامس. المهم محمود وقتها بقى سفاح عمومي. السفاحين وقتها كانوا محليين زي سفاح كرموز سعد اسكندر، بفكروني اعمل لكم حلقه عنه، او سفاح البدرشين. انما محمود
كان على مستوى مصر كلها. وكان من الحوادث المشهوره لمحمود وقتها انه اقتحم واحد من البيوت في حي الدقي اللي كان جواها واحده عجوزه، واول ما شافته اتفزعت. اللي عليه محمود قال لها: ما تخافيش يا امي، انا مش سفاح زي ما بيقولوا، انا بس مجرد واحد عايز ينتقم لشرفه من زوجته وعشقها، وانه بس محتاج 100 جنيه وهيمشي. الست ساعتها صعب عليها السفاح وفعلا اديته ال 100 جنيه، لا وكمان دعت له. محمود وهو ماشي محبش يطلع بايده فاضيه، فسرق صندوق المجوهرات بتاع الحاجه اللي كان فيه ذهب بقيمه 3000 جنيه. اصيل يا ابو نسمه. المهم مع مطارده الشرطه المستمره لمحمود وحاجه محمود بالفلوس عشان يقدر يكمل هروبه والتخفي، انتشرت ساعتها اخبار عن اتصال السفاح بمشاهير كتير وتهديدهم بالقتل لو ما دفعوش ليه مبالغ ماليه كان بيطلبها منهم. ومن المشاهير اللي هددهم وقتها الفنانه تحيه كاريوكا، والفنانه مريم فخر الدين، وماجده، والفنان حسن فايق، والمقرئ طه الفشني، والمؤلف ابو سعد الابياري. ولكن بالبحث والتحري طلع ان محمود بعيد كل البعد عن الامر ده، وان اللي عمل كده بعض اللصوص اللي استغلوا الموقف العام وقدروا يبتزوا ويسرقوا باسم السفاح. محمود كان بيعتمد في هروبه على التخفي، وبصراحه محمود كان بارع فيه جدا لدرجه ان الصحف نشرت بعض الصور متخيله السفاح في شخصيات زي رجل عربي او متنكر في ملابس واحده ست او متسول او حتى ضابط شرطه. وبعد الكر والفر والبحث والهروب انتشر الهرج والمرج في انحاء القاهره، واختلفت الاراء بين كاره للسفاح وانه قاتل ويستحق العقاب، وبين مؤيد ليه وشايفه مظلوم وانه شخص عايز ينتقم لشرفه. وللامانه محمود ما كانش بيسرق غير بيوت الاغنياء، عشان كده سموه وقتها روبن هود الغلابه. وفي شهر ابريل لسنه 1960 نشرت الشرطه المصريه خبر مضمونه ان اللي هيقبض على السفاح او يساهم في القبض عليه هياخد مكافاه 1000 جنيه. والمبلغ ده في الستينات كان مبلغ خيالي. وعشان اعرفكم القيمه الشرائيه لل1000 جنيه، كيلو اللحمه في الستينات كان ب 25 قرش، يعني ال1000 جنيه يجيبوا 4000 كيلو لحمه. يعني في زماننا ده سعر كيلو اللحمه تقريبا 350 جنيه، ف 4000 كيلو لحمه يعني حسبة 1.5 مليون. نسيب بقى اللحمه ونرجع للسفاح. بعد ما وصل الخبر للسفاح قرر انه يهرب لمسقط راسه في الصعيد، وبالفعل طلع على الطريق ووقف عربيه نقل وركب معاه. لكن السواق وقتها كان متجه لصحراء حلوان، كان ساعتها لسه حلوان صحراء. وفي الطريق السواق شك ان اللي راكب معاه ده السفاح، وعند اول توقف عند اول نقطه مروريه السواق نزل من العربيه وقال لمحمود انه رايح للضابط عشان يشوف الرخص. لكن محمود شك في الامر، ومن توتر السواق نسي المفتاح في العربيه. اللي عليه محمود خد العربيه وجري بيها، لا مش يجري ويسكت، ده كمان ضرب نار على الكمين وقتل واحد منهم. وبعد 19 ساعه من البحث على محمود والعربيه لقوا العربيه وكانت فاضيه وما كانش فيها غير هدوم للسفاح، وكان باين انه اتنكر ولبس هدوم تانية. الشرطه جابت الكلاب البوليسيه وشممتها هدوم السفاح لحد ما الكلاب قدرت تتبع اثره، والشرطه لقيته مستخبي في مغاره في جبل في حلوان. انا مش عارف اوصف لكم المنظر كان عامل ازاي بره المغاره، لكن كان في اكتر من 10000 شخص واقفين بره، ربعهم من رجال الشرطه والباقي كان من الاهالي. ومسكنا السفاح، عايزين سفاح، عايزين سفاح. حاولت ساعتها الشرطه انها تتفاوض مع السفاح عشان يسلم نفسه، لكن محمود رفض واشترط انهم يسلموه زوجته نوال الاول يقتلها وبعد كده يسلم نفسه. طبعا الشرطه رفضت طلبه، وكان عليه تم التبادل اطلاق النار بين الشرطه والسفاح محمود، وعليه اتقتل محمود يوم 10 ابريل لسنه 1960، وتم دفنه في مقابر الصدقه بمنطقه زينهم. مات السفاح لكن لعنته لسه ما انتهتش. بعد موت السفاح احتفت الصحف بخبر موته، وفي اليوم التاني كتبت صحيفة الأخبار عن الحادثة. المانشيت اللي قدامكم ده مكتوب: مصرع السفاح عبد الناصر في باكستان. اللي هيقرا الخبر هيفتكر انهم بيقولوا على عبد الناصر انه سفاح وانه اتقتل في باكستان، لكن الحقيقه هم خبرين منفصلين، خبر لموت السفاح والخبر الثاني ان الرئيس جمال عبد الناصر في باكستان، بس نسيوا يحطوا فاصله بين الخبرين. وبعد الخطأ الجسيم ده قرر جمال عبد الناصر تأميم الصحافة وخلاها تابعة للدولة بعد ما كانت صحافة أهلية. محمود اتعملت من قصته أعمال أدبية وفنية زي فيلم الهروب لأحمد زكي، وفيلم شنبه في المصيدة للفنان الكبير فؤاد المهندس بس ده كان بإطار كوميدي، ورواية اللص والكلاب، وكتاب باسم سفاح مصر للكاتب محمود صلاح. وإحقاقا للحق بعد قتل السفاح طلعت زوجته واتكلمت للصحفيين وقالت إن مفيش أي علاقة تجمعها بينه وبين المحامي، وإنها عمرها ما خانته، وإن كثرة المشاكل ما بينها وبينه خلته يتخيل الأوهام دي في دماغه، زائد إن هو كان مريض بمرض الشك. وفي الآخر هل محمود فعلا سفاح وقاتل، ولا بسبب خيانة مراته ليه خلته إنسان مش شايف غير إنه ينتقم لشرفه ومن صديقه المحامي؟ وفي الآخر
كل الكلام اللي اتقال في الحلقه ده مش كلامي، ده كلام المصادر والمقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وانا بحاول اجمع لك الموضوع بشكل سهل عشان يقدر يوصل لك بطريقه مبسطه. وبنهايه الحلقه عرفنا رايك في الكومنتات، وما تنساش لو الحلقه عجبتك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد. وبرضه ما تنساش اللايك والشير، الحاجات دي بتفرق جدا في نمو القناه ونشرها لاكبر عدد من الناس. ولو حابب تتابعني على الفيسبوك او التيك توك او على قناتي التانية حكايه شارع، انا سايب لك كل الروابط دي تحت الفيديو في صندوق الوصف. في سنة 2008 وبداية الأزمة العالمية وانهيار البورصة، حصلت واحدة من أغرب الجرائم وأحزانها في تاريخ مصر. وفي لحظة يأس وضعف وانهيار قام مهندس مصري بقتل أسرته بالكامل، زوجته وابنه وبنته. وعشان نعرف تفاصيل الحكاية يبقى نرجع من البداية. وقبل ما نبتدي التفاصيل، أنا أحمد، ولو أول مرة تشوف قناتي فأنا بقدم قصص وحكايات مثيرة للاهتمام. ولو أنت بتحب قصص الجريمة والغموض والماورائيات يبقى اشترك في القناة عشان ما تهش منك في زحمة القنوات وتعرف تلاقيني بسرعة. ويلا اعمل لك أي حاجة دافية وتعالى لي. المهندس شريف حافظ شخص من أسرة مصرية جميلة ومتحبة، أسرة مستواها المادي ممتاز، قدرت تعلمه وتربيه وتطلعه شخص صالح للمجتمع. كبر شريف وتخرج وبقى مهندس كمبيوتر. وتعرف شريف على زوجته عن طريق صداقة الأسرتين لبعض، ونشأت قصة حب جميلة بين شريف وزوجته، وعليه تم الزواج وربنا رزقهم بولد وبنت. اشتغل شريف في مجاله كمهندس كمبيوتر إلى أن جاءت سنة 1997. وقتها دخل شريف البورصة عن طريق صاحبه أحمد صالح. ومن بعد دخوله في مجال البورصة اتغيرت حياة شريف 180 درجة على المستوى المادي، وده كان بسبب استثماراته في بيع وشراء الأسهم اللي في البورصة. كان وقتها شريف بيستثمر جزء كبير من فلوسه في شراء الأسهم وبيعها، وده كان كله من خلال صديقه أحمد صالح. كسب شريف فلوس كتير واشترى عربية لزوجته وعربية لابنه وعربية لبنته، وعيشهم حياة جميلة ومستقرة. نوصل لسنة 2008. استنى شريف ساعتها انه يستلم ارباحه الربع سنوية من صديقه احمد، لكن ساعتها احمد اختفى. شريف يتصل بيه يلاقي تليفونه مقفول، يروح له عند البيت يلاقي الشقة مقفولة. فضل شريف كده 3 شهور يدور عليه، لكن مفيش. احمد اختفى فص ملح وداب. اختفى احمد وكل فلوس شريف معاه. ومن اللحظة دي بدأ شريف الارتياب والخوف والتفكير في المستقبل اللي جاي، وحس خلاص انها النهاية وان كل شيء هينهار من حواليه. فضل شريف يفكر في زوجته واولاده وازاي يقدر يواجههم بحاجه زي كده، وازاي من بعد ما عودهم على مستوى معيشه معين وبعض العربيات والبيت الجميل ان كل ده هينهار ومش قادر يعيشهم في نفس المستوى اللي متعودين عليه. وبداخل شقته بشارع المعتز بحي النزهه بالقاهره، شريف كان قاعد طول الليل عمال يفكر ويصارع افكاره. وفي لحظه انقلب كل شيء، وفي لحظه شيطانه اقنعه ان ينهي كل حاجه. المهندس شريف زيه زي اي مصري كان معتاد انه يصلح كل شيء في بيته بايده، وكان عنده دولاب كده صغير للعده. وفي نص الليل شريف قام من على سريره وراح على دولاب العده وطلع منه بلطه. خد البلطه وراح على اوضه ابنه وسام ودخل عليه وضربه ضربه واحده على دماغه. وبعدها دخل على اوضه بنته داليا وضربها ضربه واحده على دماغها. وبعدها رجع لاوضته وضرب زوجته بالبلطه برضه على دماغها. ومن بعد ما ضربهم هما الثلاثه بالبلطه رجع تاني لغرفه اولاده وقطع شرايين ايديهم ورجليهم. ونفس الحال لزوجته عشان يتاكد انهم كلهم فرقوا الحياه. وبعد ما قتلهم شريف قعد جنب الجثث لمده 10 ساعات، وبعدها قطع شرايين ايده عشان يحصلهم. وفي صباح نفس اليوم كان اخو زوجة شريف عمال يتصل بيهم، يتصل على اخته ما بتردش، يتصل على شريف ما بيردش، يتصل على الاولاد ما بيردوش. قلق ساعتها اخو الزوجه من عدم ردهم وخد نفسه وقام طالع بسرعه على بيتهم وقعد يخبط على الباب، مفيش حد بيفتح. فضل يخبط جامد لانه متاكد ان هم موجودين جوه بسبب ان عربياتهم كلها مركونه تحت في الشارع. وبعدها ما لقاش حل قدامه غير انه ينادي البواب ويكسر باب الشقه عشان يلاقي اخته وشريف والاولاد كلهم ميتين. وبسرعه اتصل بالشرطه اللي بدورها نقلت الجثامين للمشرحه وقدروا يلحقوا المهندس شريف من الموت. وقتها كانت الجريمه واضحه لافراد الشرطه اللي اتكهنت بان الزوج هو اللي خلص على اسرته وبعد كده انتحر. كان وقتها صدمه كبيره على الكل ومحدش كان مصدق تكهنات الشرطه لحد ما فاق المهندس شريف واعترف بكل شيء. ومع كل ده واعتراف الزوج كان اخوات الزوجه وعيلتها مش مصدقين اللي بيقوله وفضلوا يدافعوا عنه، وكمان شهدوا في حقه ان زوج حنون وشخص محترم ومن المستحيل انه يعمل كده
او انه يكون في حاله طبيعيه وقت ارتكاب الجريمه. كان كل اللي بيعرف المهندس شريف كان بيشهد له بالاحترام وحسن الخلق. وبعد اعتراف القاتل بجريمته بثبات تام تم تحويله للمحاكمه. وفي المحكمه جه المحامي وقال ان موكله مصاب بمرض نفسي وما كانش عارف ايه اللي بيعمله. وهنا يقوم القاتل شريف بقطع كلام المحامي واعتذر له وطلب من هيئه المحكمه انه يتكلم. شريف نفى حجج كل كلام المحامي واكد على سلامه قواه العقليه وقت ارتكاب الجريمه وانه كان واعي تماما للي بيعمله، وطلب من القاضي اصدار حكم الاعدام عليه. وفعلا وفي الجلسه اللي بعدها اصدر القاضي حكم الاعدام على المهندس شريف حافظ عشان يتحقق للشريف اللي بيتمناه ويلحق اسرته. وبعد حكم الاعدام زاروا اقاربه واصدقائه واخواته وحتى اهل زوجته في محاوله منهم انهم يقنعوه بالاستئناف على الحكم وانه يقبل كلام الدفاع بكونه انه ما كانش في قواه العقليه وقت ارتكاب الجريمه. لكن شريف رفض كل شيء. وبعد 7 ايام من اصدار حكم الاعدام عليه دخل واحد من السجانين لزنزانته عشان يلاقيه فارق الحياه. مات شريف بسبب توقف عضله القلب ومات قبل تنفيذ حكم الاعدام عليه. ومات شريف وهو في عمر ال 55 سنه. شريف رغم انه قتل زوجته واولاده لكن كان في تعاطف كبير من الشعب المصري في قضيته. كانت حاجه غريبه انهم يتعاطفوا مع شخص قاتل، لكن ساعتها شريف ما كانش عايز اي تعاطف، هو كان عايز القصاص وخلاص. وشريف كان ليه لقاء مشهور مع الاعلامي الكبير محمود سعد اللي قال فيه كل حاجه. قال شريف ان هو كان عايش عشان زوجته واولاده وانه كان عايش ليهم وبس وكان بيحاول يساعدهم بكل الطرق. وقال انا ذات نفسي مش عارف ايه القوه المحركه ليا اللي خلتني اعمل كده. لو طبيعتي كانت عدوانيه وعنيفه كنت هقول امر طبيعي، انما انا ضد العنف وانا عمري ما مديت ايدي على زوجتي ولا على اولادي. وقال انه عنده في البيت دولاب بطول 2.5 متر كان كله عدد يدويه وكهربائيه لانه بطبعه كان بيحب يصلح اي مشكله في البيت من سباكه او كهرباء. وبيقول البلطه اللي استخدمتها كانت اخر حاجه في المعدات وكان في معدات اقوى منها بكتير، لكن بيقول معرفش ايه الشيء اللي خلاني امسك البلطه واعمل بيها كل اللي عملته ده. وساعتها قال برضو محمود سعد ما تقوليش ايه الشراره او البدايه او اللحظه اللي حركت كل ده، انا نفسي مش عارف ايه هي وايه اللي خلاني اقوم من على السرير واعمل كل ده. حتى بعد موتهم فضلت اقول لنفسي ايه القوه اللي حركتني انا مش قادر اتخيلها. وقال رغم وقوع المصيبه انا لسه عايش وانا مش عايز حاجه من الدنيا غير تنفيذ حكم الاعدام عليا، ولا شرطت في النهايه ان اكون مريض نفسي. شريف على ما يقال كانت اخر ايامه في السجن كان كل اللي بيعمله انه كان بيقرا قران ويصلي ويدعو لزوجته واولاده، وكان اخر حاجه قالها انا انسان مش مقبل على الحياه ولازم اخد جزائي. مات شريف في زنزانته بعد الحكم عليه بالاعدام ب7 ايام. ما قدرش يستنى لما يتنفذ عليه الحكم ومات بتوقف عضله القلب وهبوط حاد في الدوره الدمويه. مات شريف عشان تتقفل اكبر قضيه راي عام في 2008. من محافظة أسيوط في صعيد مصر كان في شاب وسيم شخصيته جذابة، كان لابق في الكلام، استغل كل الهبات اللي ربنا اداها له دي وقدر بيها يقتل أكتر من 22 شخص بدافع السرقة. عشان ساعتها اتفاجئ البوليس إن قدام ريا وسكينة من جديد أو قاتل متسلسل بيقتل الستات، لدرجة إن كان بين كل ضحية وضحية 4 أيام. كان ساعتها عامل حالة من الرعب والخوف في الإسكندرية ومصر كلها. بطل قصتنا النهاردة سفاح كرموز سعد اسكندر. وعلشان نعرف الحكايه يبقى نرجع من البدايه. وقبل ما نبتدي قصتنا انا احمد، ولو انت اول مره تشوف قناتي فانا بنزل قصص وحكايات مثيره للاهتمام، ولو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تدوس على زرار السبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناه. يلا جهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. بتبتدي احداث قصتنا سنه 1948 لبطلها سعد اسكندر عبد المسيح، شاب وسيم شخصيته جذابه لابق في الكلام، وكان من مواليد محافظه اسيوط. سعد كان ليه اخ كبير عنده مصنع صغير للغزل والنسيج، وكان ساعتها سعد بيشتغل مع اخوه في مصنعه. سعد كان ولد متدلع في الاسره وشاب طايش وكل اصحابه اصحاب سوء، عكس اخوه تماما اللي كان شاب محترم وملتزم ويعرف ربنا وكانت سمعته جميله جدا وسط المنطقه. سعد بقى كان على العكس تماما. وعشان نفهم ازاي تعالوا بقى ندخل لاول جريمه قتل بدا بها سعد اسكندر، قصه كفاحه. اول ضحيه لسعد كانت ست ارمله كبيره من سكان المنطقه وكانت عايشه لوحدها، وسعد بما انه شاب وسيم وكلامه جميل قدر بكلامه انه يوقعها في
في حبه، لحد ما تطورت الامور وحصلت بينهم علاقه غراميه رغم فرق السن الكبير بينها وبينه. ومن حب الست الارمله دي لسعد كانت بتصرف عليه وبتديله كمان مصروف وبتديله كمان فلوس، ما الاتنين واحد، بتصرف عليه بتديله فلوس، لحد ما وثقت فيه جدا وعملت اللي المفروض ما كانتش تعمله. ساعتها الست الارمله دي قالت لسعد على المكان اللي بتخبي فيه فلوسها وذهبها، كنوع بقى من انهم واحد وانها واثقه فيه. واللي عليه وساعده في اول مقابله ما بينهم ومن بعد ما عرفته بالمكان اللي بتخبي فيه فلوسها وذهبها، دخل عليها البيت كالعاده، لكن المره دي غير كل مره. ومره واحده سعد طلع من جيبه سكينه، واول ما هي اديته ظهرها قام طاعنها بالسكينه في ظهرها، وعليه الست ماتت في الحال. وساعتها سعد سرق فلوسها وذهبها وساب الصعيد وهرب على اسكندريه. سعد ساب الصعيد وهرب على اسكندريه عشان تبتدي قصه سفاح قرموز. سعد استقر في الاسكندريه وبالتحديد في منطقه كرموز، وبالتحديد اكتر في حي اسمه راغب باشا. وبالفلوس اللي سرقها اجر مخزن في الحي واشتغل في تجاره القطن والغزل والاقمشه. ومن بعد ما سعد سكن في المنطقه فوجئ البوليس بكميه بلاغات اختفاء للبنات بمعدل بين كل 4 أو 5 ايام. والمشكله ان الاختفاء بيكون اختفاء تام، مفيش اثر لاي واحده منهم ان كانت حيه او ميته. ساعتها الموضوع اثار الراي العام كله وانتشر الرعب والخوف بين اهالي منطقه كرموز. وبالبحث والتدوير الشرطه ما قدرتش توصل لاي خيط او دليل عن مين اللي بيعمل كده او عن سبب الاختفاءات دي. وساعتها كان كل واحد عنده زوجه او بنت كان بيخاف ينزلها الشارع لوحدها. وكان ملاحظ ساعتها ان كل البنات اللي بتختفي على قدر كبير من الجمال وكمان الحاله الماديه بتاعتهم بتكون كويسه. تعالى بقى نرجع لعمنا السفاح وهنعرف قدام مصير البنات ده كان ايه. سعد مع الوقت اتعرف على بنت اسمها فاطمه، كانت بتسكن في حي غبريال، وكان سعد دايما بيتردد عليها في بيتها. علاقه فاطمه بسعد كانت علاقه حب، انما علاقه سعد بفاطمه كانت علاقه اكل. سعد كان بيحب اكلها جدا، عشان كده هو حبها او كان بيحب يروح عندها. ومن كتر تردد سعد لبيت فاطمه فهمت الجيران واهل المنطقه وادعت ان سعد اللي بيجي لها ده اخوها، وانه بيجي لها كل فتره والتانيه عشان يطمن عليها. وفي مره من المرات وسعد معاها في البيت عرف من فاطمه ان الشقه اللي قدامها بتسكن فيها واحده عجوزه اسمها الست بامبا وعندها 90 سنه، والست عايشه لوحدها، والاهم انها معاها فلوس كتير. اللي عليه سعد اول ما سمع الكلام ده قال يا فرج النبي. ومفيش في الليله اللي بعدها سعد وهو رايح لفاطمه، بدل ما يدخل بيت فاطمه دخل بيت الحاجه بامبا. سعد راح لشقه الست بامبا وقام مخبط على الباب. الست بامبا قامت وفتحت له، ظنا منها ان اللي بيخبط على الباب ده حد من عيالها وجاي يطمن عليها. واول ما الست بامبا فتحت باب الشقه طلع سعد ساطوره من جيبه على طول وقام ضاربها على دماغها. فصرخت الست بامبا صرخه كبيره جدا ووقعت على الارض ميته. اللي عليه سعد قام جررها لجوه وقام قاعد يضرب على دماغها بالساطور لحد ما قضى عليها تماما. وسعد بعد ما قتلها خد اللي يقدر ياخده من الشقه، وهو خارج من باب الشقه وبيفتح الباب لقى قدامه واحده ست اسمها قطقوطه. وقطقوطه دي جارة الست بامبا اللي ساكنه تحتها. الست قطقوطه شافت قدامها سعد، استغربت، قالت له انا سمعت صوت صريخ. ولما سالته عن الست بامبا وهي ليه كانت بتصرخ قال لها انا زيك بالظبط، سمعت صوت الصريخ وجريت بسرعه على الشقه. وقال لها ما تقلقيش هي كويسه وادخلي اطمني عليها. واول ما الست قطقوطه تخطت عتبه باب الشقه واديته ظهرها قام مطلع الساطور وضاربها على راسها. ساعتها الست قطقوطه وقعت على الارض في الحال. ساعتها سعد قفل باب الشقه عليهم هما الاثنين وخد نفسه ومشي. بعدها بشويه رجع واحد من اولاد الست بامبا، واول ما فتح باب شقه والدته ودخل جوه لقى امه واقعه على الارض وراسها مهشمه تماما، ولقى برضه الست قطقوطه واقعه جنبها وغرقانه في دمها بس كان لسه فيها الروح. اتصل بالشرطه بسرعه اللي جت ونقلوا الست قطقوطه للمستشفى. وساعتها الست قطقوطه اتكتب لها عمر جديد وعاشت. واول ما استعادت وعيها رجال الشرطه سالوها عن اللي حصل، قالت لهم ان اللي عمل فيهم كده هو اخو فاطمه جارتهم. اللي عليه الشرطه جرت بسرعه وقبضت على اخو فاطمه الحقيقي. ساعتها الشاب رد عليهم وقال لهم انا بقالي كتير ما روحتش لاختي. اللي عليه الشرطه قامت عارضينه على الست قطقوطه عشان تتعرف عليه. ردت الست قطقوطه قالت لهم لا ده مش اخو فاطمه ومش ده اللي عمل فينا كده. وباستجواب فاطمه نفسها وبالضغط عليها اعترفت ان اللي كان بيجي لها هو مش اخوها، ده واحد اسمه سعد اسكندر وانه تاجر غزل واقمشه، وقالت لهم على مكان عمله وبيته. اللي عليه الشرطه اتحركت بسرعه وهجمت مكان عمل سعد وقبضت عليه. وهو يا عيني كان قاعد بقى في مخزنه ومطمن ان محدش عنده علم بجريمته، وما كانش يعرف ان الست قطقوطه اتكتب لها عمر جديد. طبعا انت فاكر ان خلاص كده سعد اتمسك وخلصت الحكايه وان القضيه لابساه وانتهت قصه السفاح عندي هنا.
صديقي انت غلبان قوي، روح جيب كوبايه شاي صغيره عشان نكمل باقي الاحداث. بعد ما اتمسك سعد احيل النيابه اللي قررت حبسه احتياطيا، وسعد بما انه كان معاه فلوس كتير من السرقات اللي سرقها قدر يقوم ليه محامي كبير، والمحامي اللي استاجره سعد قدر يستغل التناقض اللي ورد على لسان الست قطقوطه، واقنع غرفه المستشارين بعدم وجود سبب او مبرر انهم يحبسوا موكله على ذمه القضيه، وان موكله بريء حتى تثبت ادانته. وبالفعل افرج على سعد اسكندر افراج مؤقت بضمان مالي. خرج سعد من السجن واختفى تماما لمدة سنتين، لدرجة ان الناس نسيوه. وفي اكتوبر سنة 1951 اجر سعد شونة او مخزن على ترعة المحمودية كان بيخزن فيها خيوط الغزل والنسيج والحبوب. وفي مرة من المرات عدى من قدام المخزن بتاع سعد بائع متجول على عربية كارو كان بيبيع قماش. ناداه سعد وقال له انا معايا المخزن ده فيه بضاعه كتير، تعالى ممكن تلاقي حاجه تعجبك وتشتريها. سعد دخل البياع المخزن وقعده على كرسي لحد ما يجيب له عينات من الشغل اللي عنده، والراجل قاعد على الكرسي ومستني سعد يجيب له العينات اللي هيتفرج عليها. ومره واحده سعد جه من وراه وطلع الساطور وضربه ضربه واحده على دماغه، يقال من قوه الضربه فصلت دماغه عن جسمه. وبعدها قام بدفن الراجل جوه المخزن وخد البضاعه حطها جوه المخزن. ومن بعد الحادثه دي بشهر واحد سعد ضاع راجل كان تاجر حبوب لمخزنه عشان يفرجوا على البضاعه اللي عنده وعليه، وسعد بطريقته المعتاده والراجل جوه معاه في المخزن طلع الساطور وضرب التاجر، لكن التاجر خد باله في اخر لحظه. الضربه جابته بس ما قتلتوش. التاجر خد الضربه من هنا وجري بسرعه بره المخزن، وكان ساعتها غرقان في دمه، وعليه سعد جري وراه بره المخزن عشان يكمل عليه. وفي اللحظه دي كان في سواق عربيه نقل كان قاعد جوه عربيته بره المخزن، وشاف بعينه واحد بيجري غرقان في دمه وواحد تاني بيجري وراه بساطور، لحد ما مسكه ونزل عليه بالساطور لحد ما موته. وبعدها سحبه جوه المخزن واختفوا عن الانظار. الراجل ساعتها سواق النقل جري بسرعه على اسم الشرطه وبلغهم بكل اللي شافه. اللي عليه الشرطه اتحركت بسرعه للمكان لدرجه ان سعد ما كانش لحق يخفي الجثه. وسعد ساعتها لما حس بوجود الشرطه في المكان هرب وساب المخزن وجري. دخلت الشرطه الشونه عشان يلاقوا شخص مرمى على الارض وغرقان في دمه وارضيه المخزن كلها دم. الشرطه اللي عليها شالوا الجثه وهم ماشيين كانوا شامين ريحه مش كويسه. الشرطه ساعتها شكت في الموضوع وفضلت تتتبع مكان الريحه ده فين في المخزن عشان يلاقوا جوه المخزن مكان لحفر قديم. ولما حفروا الحفر القديم ده لقوا جثه متحلله جوه الحفره. ساعتها الموضوع ده سمع جدا في المنطقه، ومن هنا اتسمى سعد بسفاح كرموز. واشارت ساعتها التحريات ان السفاح استولى على مبلغ 600 جنيه من جيب القتيل اللي هو تاجر الحبوب، وما خدش باله ان الجيب الثاني كان فيه مبلغ 115 جنيه. المبالغ دي كانت ساعتها كبيره، احنا بنتكلم في 1951. لكن السؤال اللي رجاله المباحث كانت عايزه تعرفه مين صاحب الجثه الثانيه اللي لقوها متحلله ومدفونه في ارضيه المخزن. وبالتحري وصلوا لمعرفه صاحب الجثه، وهو شخص بائع أقمشة متجول اسمه وزيري مرقص، اللي كانت أسرته مبلغة عن اختفائه. وقال بعض الشهود إن هم شافوا تاجر القماش وهو بيدخل مخزن السفاح بعد ما دعاه السفاح للدخول. وبعد التفتيش الدقيق للمخزن لقوا آثار للعربية الكارو محروقة جوه المخزن. والتحريات برضه قالوا تجار سوق الأقمشة إن سعد اسكندر باع لهم كمية كبيرة من القماش مجهولة المصدر. اتحركت ساعتها الشرطة على بيت سعد اسكندر واقتحموه عشان يلاقوا جوه بيت سعد عدد كبير من مجلات الشرطة وفيها قصص عن ريا وسكينة وبعض الصور لبيت ريا وسكينة. وكان سعد عامل علامات معينة على أماكن دفن الجثث على الأرضية اللي في صور ريا وسكينة، إشارة لأنه هيطبق طريقتهم في الدفن زي ما هم عملوا. بعدها اتأكدت الشرطة إن سعد اسكندر هو القاتل اللي بيدوروا عليه، والشرطة بتحرياتها جالها شك أو إنها تربط بين حالات الاختفاء اللي كانت قبل سنتين للبنات اللي في منطقة راغب باشا وبين سعد اسكندر كعامل مشترك، لأن حالات الاختفاء اختفت تماما بعد خروج سعد من الحي. وبالتحريات برضو قدروا يوصلوا لمخزن سعد القديم، وبأول دخولهم للمخزن شموا ريحة صعبة جدا، وعليه الشرطة أمرت بحفر أرضية المخزن كلها. وبالفعل وبحفر أرضية المخزن قدروا يطلعوا عظام لجثث بشرية، وعليه برضو قدرت تخرج الشرطة عظام لأكتر من 7 جثث. وبعد فضح أمر السفاح فكر سعد اسكندر إنه يهرب ويرجع لبلده ويستخبى هناك من الشرطة، لكن كان القدر بانتظاره على مشارف مدخل اسيوط. الشرطه كانت مبلغه كل الورديات والاكمنه بالبحث عن سعد اسكندر. ونيجي للحظه القبض. ملازم اول اسمه فخري عبد الملك كان بيقوم بتفتيش روتيني عادي على العربيات، ووقف الملازم اتوبيس للركاب، وكان في الاتوبيس ده سعد اسكندر. ساعتها الضابط لما شافه اشتبه فيه واما ناديه وساله على اسمه، رد عليه سعد وقال له انا اسمي جورج عبد السلام. عاد عليه الضابط تاني وقال له اسمك ايه، وكانه ما سمعش الاجابه الاولى، فرد عليه سعد بارتباك وقال له انا اسمي جورج عبد الملك. فرد عليه الضابط وقال له جورج عبد السلام ولا جورج عبد الملك يا سعد يا اسكندر، انا بابا يالا. وتم بالفعل القبض على سعد اسكندر سفاح كرموز، وتم نقله لاسكندريه
لاستكمال التحقيقات معاه. وقف سعد اسكندر قدام النيابة والتحقيقات شخص كده مهذب وجميل وأنيق ومهندم، وبكل هدوء واتزان كان بيجاوب على كل الأسئلة اللي كانت بتتسأل له. والطبيعي أنكر كل التهم المتوجهة إليه، وقعد يقول لهم في أفلام، وقال إنه ليه شريك اسمه حسبه عبد النبي، وطلب من النيابة الإفراج لمدة شهر عشان يساعدهم في القبض عليه. لكن النيابة رفضت طلبه وكأنها ما سمعتش حاجة، لأنها عارفة إن هو بيكذب وبيخترع أي قصص. ساعتها تحدى سعد جوه السجن انتظارا لمحاكمته. ويقال في فترة حبس سعد في السجن، سعد طلب من إدارة السجن إنه عايز بنطلون جديد ويكون مظبوط عليه، وساعتها وافق مأمور السجن على طلب سعد وبعت له ترزي عشان ياخد مقاساته ويفصل له بنطلون كمان. رجال الشرطة كانوا ملاحظين إن سعد كان شخص دايما كان بيحافظ على أناقته، ودايما كان بيحاول يظهر بمظهر كويس. المهم اكتمل ملف القضية وادان سعد في قتل تاجر الأقمشة وتاجر الحبوب وقتل الست بامبا ومحاولته قتل الست قطقوطة، بجانب عظام آدمية بتعود ل7 جثث مجهولين الهوية لقوهم مدفونين في مخزنه. وفي النهاية حكمت المحكمة على سفاح كرموز سعد اسكندر عبد الملاك بالإعدام شنقا. وفي يوم الأحد 25 فبراير سنة 1953 دخل سعد لغرفة الإعدام في سجن الحضرة بالإسكندرية. يقال إنه كان ماشي لحجرة الإعدام شارد الفكر، كأنه غرقان في التفكير أو في الندم. ويقال إن قال للحارس بتاعه إنه ضحية ل3 ستات دخلوا حياته من أوسع الأبواب، وإن دلع أهله ليه ومصاحبته لأصحاب السوق هم اللي وصلوه للمكان ده. سألوا مأمور السجن ليك طلب قبل تنفيذ حكم الإعدام عليك؟ رد ساعتها بهدوء وابتسامة وقال له عايز كوباية مية وسجارة. وافق المأمور ومنح السفاح كوباية مية وسجارة، وبعدها تم تنفيذ حكم الإعدام على سعد اسكندر. وهنا تم قفل قضية سفاح كرموز إلى الأبد. وفي الآخر كل الكلام اللي اتقال في الحلقة ده مش كلامي، ده كلام المصادر المقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وانا بحاول اجمع لك الموضوع ده بشكل سهل عشان يقدر يوصل لك بشكل مبسط. وبالنهايه عرفنا رايك في الكومنتات، ولو حابب اي موضوع نتكلم فيه اكتب لي، وما تنساش لو الحلقه عجبتك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك اشعار لاي فيديو جديد. وحش حولي حجاج السعدي، واحد حكم عليه بأغرب حكم في تاريخ الكويت. شخص قدر يخلق حالة من الرعب والفزع بين أهالي الكويت، وبالتحديد في منطقة اسمها حولي، والفظاعة جرايمه اتلقب بوحش حولي. قصتنا النهاردة واحدة من أغرب وأشرس القضايا في تاريخ الكويت، وعشان نعرف الحكاية يبقى نرجع من البداية. وقبل ما نبتدي قصتنا أنا أحمد، ولو أنت أول مرة تشوف قناتي فأنا بنزل قصص وحكايات مثيرة للاهتمام، ولو أنت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تضغط على زرار السبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناة. يلا جاهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. وحش حولي أو حجاج السعدي. بتبدأ أحداث قصتنا سنة 2006 في دولة الكويت في منطقة اسمها حولي. طفل كويتي كان اسمه محمد عنده 10 سنين، كان نازل من بيتهم يشتري حاجة من تحت البيت، والطفل محمد وهو ماشي في الشارع قابله بطل قصتنا وهو حجاج السعدي. حجاج وقف الطفل وقال له أنا عايز أروح العنوان ده ومش عارف أروحه إزاي. الطفل رد عليه وقال له أنا أعرف المكان. طلب ساعتها منه حجاج إنه يوصله للمكان العمارة لأن هو مش من المنطقة وما يعرفش حاجة هنا. وفعلا محمد بما إنه طفل ومش مد إخوانه وافق على طلبه ومشي مع حجاج لحد العمارة اللي كانت مكتوبة في العنوان. بمجرد وصولهم عند العمار طلب حجاج من الطفل انه يطلع معاه لحد الشقه بحجه ان هو غريب ومش يعرف يوصل لها، وللاسف الطفل عشان هو صغير وافقه وطلع معاه. واول ما ركب معاه الاسانسير وحش حولي هنا اتحول 360 درجه، وطلع السكينه من جيبه وهدد بها الطفل وقال له انه يسمع كلامه وما يفتحش بقه. الطفل ساعتها من الخوف طبيعي انه هيسمع الكلام، وطلع بيه ساعتها وحش حولي فوق سطح العماره واعتدى عليه، وبعدها طلب من الطفل انه يفضل على السطح هنا لمده ساعه وبعد كده ينزل، وانه لو نزل قبل الساعه هيكون مستنيه تحت وهيقتله. الطفل من الخوف سمع الكلام وفضل فوق السطح لمدة ساعة، وبعدها نزل جري من فوق السطح وجري على بيت أهله. وأول ما وصل هناك بلغ أهله بكل اللي حصل له، إلا عليه أهله اتصدموا من اللي سمعوه ونزلوا جري في الشوارع عشان يدوروا على اللي اعتدى على ابنهم. لكن للأسف كل محاولاتهم باءت بالفشل، لدرجة إنهم فضلوا يدوروا حتى في المناطق المحيطة بمنطقتهم، لكن برضه ما قدروش يوصلوا لأي حاجة. إلا عليه أهل الطفل اتوجهوا فورا لاسم الشرطة وعملوا بلاغ وقالوا للشرطة كل اللي حصل لابنهم. وعليه الشرطة قعدت مع الطفل محمد عشان تقدر تطلع منه بأي معلومة، لكن للأسف ما قدرتش تطلع من الطفل بأي معلومة أو أي خيط يقدروا يمشوا وراه. وبعد كام أسبوع من حادثة الطفل محمد الشرطة يجي لها بلاغ من أسرة تانية بتقول إن ابنهم اللي عنده 6 سنين
تم الاعتداء عليه، وبتقول ان في شخص استدرجه لحد عماره مهجوره، وبمجرد وصولهم عند العماره هدد ابنهم بسكينه واعتدى عليه. ساعتها الشرطه اتحركت للمكان اللي اهل الطفل بلغوا عنه وفضلوا يبحثوا في اي شيء هناك، لكن للاسف ما كانش في اي دليل او اي اثر يدلهم عن اي شيء. وما فيش بعدها بكام يوم يظهر بلاغ ثالث، بس المره دي لطفله عندها 7 سنين، واهلها بيقولوا في البلاغ نفس الكلام اللي حصل للطفلين اللي قبل كده، ان شخص قابلها بالصدفه واستدرجها بالكلام، وبمجرد ما بيوصل لعماره فاضيه او مهجوره بيقوم بتهديد الطفل بسكينه وبعد كده بيعمل عملته. طبعا الوقائع كتير لان وصل للشرطه اكتر من 18 بلاغ اعتداء على اطفال، وللاسف ان كل الاطفال اللي اعتدى عليهم من منطقه واحده اللي هي منطقه حولي. ان ال 18 بلاغ اللي وصلوا للشرطه دي من الاهالي اللي عندها جرأه او عدم خوف من المجتمع عشان يجيبوا حق اولادهم. ويقال ان في عدد كتير من الاهالي خافوا يروحوا يعملوا محضر في الشرطه خوفا من فضيحه او نظرات الناس لاولادهم، وبيقال ان العدد كان اكبر بكتير من الناس اللي راحت عملت بلاغ. المهم ساعتها الشرطه الكويتيه كانت في مأزق واختبار كبير، لان دي حاجه هم مش متعودين عليها، وكمان عدد المعتدى عليهم كبير جدا، وكانت منطقه حولي والمناطق اللي حواليها كانوا في حاله رعب كبيره على اولادهم. ساعتها الشرطه اللي قدرت تعمله انها طلبت من الطب الشرعي انه ياخد عينات من الاطفال او من لبس الاطفال تحاول توصلهم للشخص الجاني او المتهم الرئيسي. وافاد تقرير الطب الشرعي ان كل العينات اللي خدوها من الاطفال بتعود لشخص واحد فقط، يعني المعتدي على كل الاطفال دي هو شخص واحد. وبعد عدد الجرائم الكتير اطلقت الشرطه واهالي المنطقه على الشخص ده وحش حولي، وكانت كل الاهالي بتمنع اولادها من النزول في الشارع. وفي الفتره دي كانت بتطلع اشاعات كتير وناس تقول انها شافت وحش حولي واشخاص بيهددوا بعض بوحش حولي، وكان الموضوع كبير جدا جدا في الفتره دي. وفي نفس الوقت اجهزه الامن في الكويت كانت شغاله ليل ونهار وبكل جد وجهد عشان توصل لاي دليل او خيط، واخر ما اهتدوا ليه انهم جابوا رسام متخصص في رسم وجوه الاشخاص، وخدوا كل المواصفات اللي خدوها من الاطفال اللي اعتدى عليهم لحد ما وصلوا للرسمه اللي قدامكم دي. ده رسم توضيح بيوضح شكل وحش حولي اللي قدروا يوصلوا له، والشرطه قامت بتوزيع الرسم التوضيحي ده في كل الاماكن والمناطق في دوله الكويت. وكان كل المعلومات اللي بتملكها الشرطه ان وحش حولي شخص قوي البنيان وجسمه رياضي وعنده سنه مكسوره ومصري الجنسيه. نرجع بقى لاول بلاغ انا اتكلمت عنه وهو عن الطفل محمد. بعد فتره طويله من الاحداث اخو الطفل محمد كان بيتمشى في الشارع فلمح شخص بيشبه الرسم التوضيحي اللي كانت موزعاه الشرطه، والشخص او الشاب اللي كان ماشي في الشارع واللي كان مشتبه فيه كان معاه طفل صغير عمال يعيط. اخو الطفل محمد شك في الموضوع وجري بسرعه على الشاب وقال له ليه الطفل اللي معاك بيعيط؟ فرد عليه الشاب بلهجه مصريه وقال له مفيش حاجه وخليك في حالك. اخو محمد شك فيه اكتر وجري عليه تاني وقال له هو انت وحش حولي؟ ولسه اخو الطفل محمد هيكمل كلامه قام الشاب المصري ساب الطفل اللي كان بيعيط في ايده جري وراه محمد، لكن الشاب المصري اختفى تماما. بعدها اخو الطفل محمد اتوجه للشرطه وقال لهم انا شفت شخص شبه وحش حولي كان في الشارع وكان معاه طفل صغير عمال يعيط، واداهم اوصافه بالكامل. وبعد ساعه بالظبط يجي للشرطه بلاغ بان في طفل تم الاعتداء عليه في نفس المنطقه اللي هرب فيها من اخو الطفل محمد. ولما الشرطه راحت للطفل اللي اعتدى عليه ووريته الرسم التوضيحي اللي كان معاهم لوحش حولي، الطفل الصغير اتعرف على الرسمه وقال لهم هو ده الشخص اللي اعتدى عليا. وتعدي الايام ومن البحث والتدوير وفي اقل من شهر من اخر اعتداء يجي بلاغ للشرطه بوجود شخص مصري شغال في صاله جيم تم اتهامه بالتحرش بطفل في النادي، وان والد الطفل لما عرف ان ابنه شخص حاول يعتدى عليه جه الجيم وضرب الشخص ده، لكن الشخص ده قدر يفلت منه ويهرب. الشرطه ساعتها توجهت للنادي الرياضي او الجيم وراحوا لصاحب النادي، لكن عرفوا ان صاحب الجيم طرد الشخص ده بعد واقعه التحرش. الشرطه وقتها طلبت من صاحب الجيم صوره للشخص ده، ولما صاحب الجيم وراهم صورته من على الموبايل لقوا ان الصوره بتتطابق بشكل كبير جدا مع الرسم اللي معاهم، وان اكيد ان الشخص ده بنسبه كبيره هو الشخص اللي بيدوروا عليه. كده الشرطه بقى موقفها افضل، معاها صوره حقيقيه للمتهم وكمان اسمه وكمان عنوانه. عرفت الشرطه ان اسمه حجاج السعدي مصري الجنسيه مقيم بدوله الكويت من سنه 2005، وانه عايش عند عمه في منطقه حولي. الشرطه بسرعه اتوجهت لبيت عمه عشان تقبض عليه. اكتشفت ان وحش حولي حجاج السعدي لم كل شنطه وطلع على المطار وراجع تاني على مصر. الشرطه عليها بسرعه عملت اتصالاتها بامن المطار، واللي اكتشفوا ان كل ركاب الطياره طلعوا الطياره لكن الطياره لسه ما اتحركتش، الا عليه الشرطه طلبت تاجيل اقلاع الطياره لسبب امني خطير. وبالفعل الشرطه وصلت المطار وتم القبض على وحش حولي. وبالفعل بعد ما تم القبض على حجاج السعدي طلعوا بيه على اسم الشرطه للتحقيق معاه، وبدات ساعتها التحقيقات مع وحش حولي. حجاج سافر للكويت سنه 2005، اشتغل شويه في مجال الكهرباء والمعمار، ولما فشل اشتغل في واحد من الانديه الرياضيه وبالتحديد في رياضه كمال الاجسام. وحش حولي في اعترافاته قال انه مش فاكر عدد الاطفال اللي اعتدى عليهم، وبرضه حاول اكتر من مره انه ينكر كل التهم اللي متوجهه اليه وانه بريء وما عملش كده، ويقال انه حاول يقلل عدد الاطفال
اللي اعتدى عليهم. لكن ساعتها تقرير الطب الشرعي كان ليه الكلمه الاقوى، وقال ان كل العينات اللي حصلوا عليها من الاطفال بتتطابق مع العينات اللي تم الحصول عليها من حجاج السعدي بعد القبض عليه. وحش حولي كان بيعتمد على قوته الجسمانيه في السيطره على الاطفال وتثبيتهم، وده اصلا منتهى الضعف انك تعتمد على قوتك في السيطره وشل حركه طفل صغير. ومن اعترافات وحش حولي قال ان هو تم الاعتداء عليه وهو صغير، وبسبب اللي حصل له سبب له نوع من انواع الانتقام اتجاه الاطفال. وكان في فتره البحث عن وحش حولي تم القبض على اكثر من 260 شخص مشتبه فيهم، لكن كان بعد ما بيتم القبض عليهم كان بيتم الافراج عنهم لان الادله كانت بتبرئهم وانهم مش وحش حولي. تم ساعتها مواجهه بعض الاطفال مع وحش حولي عشان يتعرفوا عليه، وبالفعل كل الاطفال اللي شافوه اتعرفوا عليه وقالوا هو ده الشخص اللي اعتدى علينا. وبعد كل الادله اللي بتدين حجاج السعدي تم الحكم عليه باغرب حكم صدر في دوله الكويت. تم الحكم على حجاج السعدي ب7 حكم اعدام و3 سجن مؤبد، وده اغرب حكم ممكن تسمعه في حياتك. وفي سنه 2013 تم ترحيل حجاج السعدي او وحش حولي الى ساحه الاعدام، وتم نقل حكم الاعدام على الهواء مباشره. في حاجه صغيره قبل ما انهي القصه واحقاقا للحق، اهل المعتدى حجاج السعدي كانوا دايما بيقولوا على ابنهم انه مظلوم وان ابنهم شخص محترم ويعرف ربنا كويس، وكانوا بيناشدوا الدوله المصريه والسفاره المصريه في الكويت انها تساعد ابنهم وانها تقف جنبه. ويقال ان الدوله الكويتيه او الشرطه الكويتيه لفقت له التهمه، وده كان باعتراف حجاج السعدي نفسه ان نفى كل التهم اللي متهم بيها، وقال ان كل الكلام ده ما يعرفش عنه حاجه، وانه اعترف تحت التعذيب والتهديد. وكان اخر ايام حجاج السعدي هو الصلاه وقراءه القران والدعاء لحد يوم ما اتعدم. وفي الاخر لو حجاج هو اللي عمل كده ده شيء مرفوض ومكروه، ومش مصر بس اللي تتبرأ منه عشان هو مصري، ده العالم كله يتبرأ منه عشان الانسانيه. واوقات برضه الراي العام بيضغط بقوه كبيره جدا على اجهزه الامن، واللي عليه الامن عشان يقدر يفك من الضغط ده بيحاول يشيل التهمه لاي شخص لتهدئه الراي العام. ودي حصلت في قضايا كتير قبل كده زي قضيه مذبحه بني مزار مثلا، وممكن برضه يكون هو الفعل الحقيقي. وفي النهايه هو خد جزاءه، خد 7 اعدام و3 مؤبد. وهنا اقول لكم ان كل الكلام اللي اتقال في الحلقه ده مش كلامي، ده كلام المصادر المقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وانا بحاول اجمع لكم الموضوع ده بشكل سهل ومبسط عشان يقدر يوصل لكم. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشجعني باشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير، كان معاكم احمد.